السلام عليكم. أنا على ما أذكر كان اسمي طيب أنا المعتقل رقم 159. صار لي أكثر من 9 سنوات مسجون بين 4 حيطان مع أكثر من 100 رقم غيري. نسيت شكل الشمس، نسيت شكل الحياة. الألوان اللي بعرفها لون العفونة والحيط بس. لما كنت صغير كنت بسمع بقصص الوحوش كتير، بس ما كنت مؤمن أبدا بوجودهم. وأول يوم دخلت فيه المعتقل شفت الوحوش وآمنت بوجودهم، وآمنت أنه كل يوم وبكل ساعة هن موجودين معنا وعايشين بيناتنا. نحن هون بالمعتقل عنا روتين يومي عايشين عليه أنا والمئة رقم اللي كل يوم بينقص منهم رقم وبيجيبوا لنا رقم بداله. طبعا لأننا ما بنعرف الليل من النهار، ما عنا أوقات محددة للنوم، فقررنا نقسم ساعات النوم بيناتنا، لأننا مستحيل نقدر نتمدد وننام كلنا سوا. لهيك كان بينام 50 شخص وبيبقى 50 شخص واقفين ساعتين ومن سنوات ونحن على هالحالة هي. والأكل بيعطونا كل يوم نصف رغيف معفن بس، ويمكن تعدي علينا أيام كتير ما ناكل فيها شي أبدا. حمامات وتواليتات ما في، وما حاشرح لكم كيف عم نتدارك الوضع حفاظا على سلامتكم. وكل يوم بيجي وحش بيشحط كم واحد مننا لخارج الغرفة لحتى يرفه عننا شوي. طبعا ما رح تتخيلوا فرحتنا ونحن طالعين من المعتقل لنقدر نمدد ايدينا ورجلينا، ويمكن يمكن نقدر نشم شوية هوا نظيف. وطبعا هون منكون نحن رايحين رحلة للتجول في أرجاء بيت الوحوش. يعني مثلا منروح على أول قسم، بيجي وحش بيستقبلنا بدولاب وبيحطنا بقلب الدولاب وبيبلشوا يعملوا لنا مساج لرجلينا لإيدينا لظهورنا لكل جسمنا، وبعدها بيربطونا بزناجير وبياخدونا على القسم الثاني. بقى هون بالقسم الثاني الرفاهية أكبر وأكبر، بيكون في كثير وحوش وبيجوا بيحطوا لي طوع على رقبتي لحتى يكون بمظهر لائق أكثر أمامهم، وبيعلقوني بالسلاسل وبيبلشوا يكسروا لي عظامي ويفرموا لي لحمي. انتم فاكرين انه هاد تعذيب؟ لا ابدا، هن عم يعملوا هيك لمصلحتنا، لحتى جسمنا يكون عظام جديدة ونحس بمعاناة الناس اللي خارج المعتقل. وطبعا في جولات كثيرة وحوش أكتر كل يوم بتاخد من عمرنا وبتنهش من لحمنا. وقبل ما أكتب لكم هالرسالة سمعت إنكم مش قادرين تطلعوا من بيوتكم بسبب مرض، صحيح؟ وصار لكم فترة قاعدين ببيوتكم وما عم تقدروا تطلعوا، صح؟ أنا حكيت لكم عن الرفاهيات اللي نحن عم نمر فيها. احكولي انتو كيف عم تقضوا وقتكم؟ شو الرفاهيات اللي عم تعملوها؟ وبالنهاية بدي لكم شي، انتو دائما ببالنا، نحن دائما عم نتذكركم. لهيك بالله عليكم لا تنسونا، بالله عليكم خلونا ببالكم دائما وتذكرونا دائما، لأننا منكم وفيكم.